يا رب عنا. اللهم من أراد بنا خيرا فوفقه لكل خير وأعنا على إكرامه، ومن أراد بنا شرا فاشغله بنفسه واصرفه عنا وعوضنا عنه يا رب من يجبر بخاطرنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. وحشتوني جدا 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 من الفيديو اللي فات. لو انتي اول مرة تشوفيني، انا ايمان ماهر، فضلا وليس امرا. يا ريت تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد عن القناة بتاعتنا. بنقدم ايه في الروتين بتاعنا وفي القناة بتاعتنا؟ بنقدم شوية روتينات واكلات وترويقات وتنظيفات لست البيت المصرية الحلوة الجميلة، والكل ام والكل بنوتة مقبلة على الجواز وكده. فيعني ان شاء الله هتعجبكم القناة، ويا ريت تخش تاخديلك لفة فيها كده وتكتبي تعليق حلو زيك، وما تنسيش تقولي رأيك في تعليق حلو زيك يا أمورة. المهم، صحينا وفطرنا وصلينا والحمد لله، عملنا الأساسيات بتاعتنا الصبح. تمام. قلت بقى يلا كده، والصبح بدري كده طالع والشمس بدأت تطلع كده والجو بدأ يبقى فيه دفى سنة. فيلا بقى نقوم ايه، البلكونة عندي كانت عايزة تتمسح مسحة محترمة يعني. فأنا حطيت غسيل في الغسالة، فقلت بقى اخش يعني اللهم صل على النبي، اخش اعمل بقى ايه، البلكونه اروقها وامسحها واعملها قبل ما الغساله تخلص وانشر. انا كنت بالليل قبل ما ادخل انام كنت حاطه غسيل، وقمت بالليل نشرته، يعني فاهمه قصدي. بس فكنت حاطه غوامق فنشرتهم، اللي احنا كنا حاطينهم مع بعض تقريبا. لا مش هي دي، واحده تانية. المهم، فنشرت الغوامق. فاتبقى عندي ان انا حطيت الصبح دورة الغسيل بتاعت امينة. تمام، حطيتها على خير ورحت داخله بقى، قلت عبال ما الغساله تخلص اديها بقى انا الترويقه التمام في البلكونه والمسحه الحلوه كده، اللي يعني ايه تشجعك معايا كده. يلا بقى، لو انت قاعده كده وكسلانه وبردانه، كلنا والله العظيم مش انت لوحدك. يعني انا مش قادره اقولك ان انا عشان اقوم اصور فيديو في البرد ده والميه والحاجات دي، والله العظيم ببقى واخده، قاعده استعين بربنا كتير قوي، واقعد اقول لنفسي انت هتقدري 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 راح قايمه مره واحده. والله ده في حظ، فعليا بيحصل والله. المهم، رحت داخله بقى شايله كل اللي في البلكونه. الزرع ده يعني صديقي الصدوق من ساعه ما جيت الشقه الجديده، وانا بقيت حابه الزرع جدا جدا جدا. مش قادره اقول لكم قد ايه. يعني انا فعليا بقيت عايزه ازرع كل حاجه في البلكونه، مش كخضار يعني، عشان محدش يقول لي هتقلبيها هتقلبيها مزرعه. لا والله خالص. بس انا بقيت حابه ان انا احط زرع في البلكونه، ولما بقعد اشرب القهوه بتاعتي الصبح في البلكونه، ولا افطر، ولا اخر النهار لما اخش اقعد بعد ما الدنيا تهدى من الهوا شويه، او في عز الشمس، ببقى حابه اشوف البلكونه قوي فيها الزرع ده. المهم، بصوا بقى اللي في الازازه ده ايه، عشان محدش يقول لي يا امان ده ايه ده، ودي حاطاه في ازازه ميه ومش عارفه ايه وكده. يا ستي ده فريده بالتوت. حلو، جيركن فريده توت. بس الجيركن كان فاضل فيه حبه صغيره اقل من لتر. انا عندي جيركن فريدة توت وجيركن فريدة ليمون، الاتنين. فبدأوا يخلصوا، يعني خلاص بقى حجمهم كبير قوي على الشانون، وفي نفس الوقت فيهم حبة صغيرة، كل واحد فيهم مش مكمل لتر. انا كان عندي جيركن اللي هو ال4 لتر. فرحت مفضياهم بقى في الازايز اللي هي دي، واحدة اللي فاضل من الليمون فضيته في ازازة، واللي فاضل من ال اللهم صل على النبي، من توت، نفس الكلام اللي انتوا شفتوه ده. حطيت عليه حبة كلوريل الوان. تمام. بس واديتها بقى الدعكه دي، تعقيم وريحه، ومش قادره اقول لكم بقى ان المنظر ده اصلا بيريح الاعصاب والله العظيم. المهم بقى ان انا نسيت ان انا كنت مش لابسه الشبشب انا كنت واقفه باللكلوك بتاعي فقلت خلاص بقى يلا يا بنت اماني، هنعمل ايه يعني. يلا بقى، رحت داخله اتبل بقى خلاص. قلت لما اخش اجيب الحاجه من جوه اغيره، فدخلت غيرته. المهم، بصوا انا ما عملتش رغاوي بميه ودلقت كتير، هو يا دوبك حطيت حبه الفريده والكورليل ده وحبه ميه صغيره من البتاع اللي انا بسقي بيها بخاخه الزرع دي، حبه صغيره جدا. وعملت بيهم البتاع، ما دلقتش ميه بقى، لان الدنيا ما ينفعش ان هي حد يغرق بقى جراد الميه اللي كان بيغرقها في الصيف وكده. بس الموب دي مش قادره اقول لكم ان هي قمر قد ايه. طبعا اللي ما جابهاش فايته كتير، يعني اللي يقول لي امان اجيبها ولا ما اجيبهاش، لا هاتها. هاتها ما تستنيش، هاتيها، حلوه جدا وهتسهل عليكي كتير جدا. وبتنظف، وبتجيب لك الحتت الصغيره اللي الشرشوبه بتخش تجيبها من الزوايا كده اللي جوه وكل حاجه. يعني
مش خساره، لا هاتيها. المهم بقى ان انا ان شاء الله قريب معاكم في البلكونه دي هسقي البلكونه اللي هو الاسمنت، لان في فراغات في الارض بتاعه البلكونه كتير. طبعا انتوا عارفين شقق الاسكان بيبقى فيها شويه حاجات كده ايه مش متظبطه. بصوا بقى لمعه السيراميك، يعني يا جماله ويا حلاوته. ده غسيل جيراني كان باين فيه عندي في الارض من كتر من الارض كانت بتنطق. المهم، ف دخلت بقى حطيت اثار الزرع بتاعتي. انا كده كده لسه هظبط برضو حاجات في البلكونه، وان شاء الله في فيديو توضيب كامل للبلكونه هعمله معاكم. هيعجبكم قوي ان انا ناويه اجيب شويه حاجات للبلكونه كده قبل رمضان، عشان القعده بقى والسحور ممكن نتسحر، ممكن نفطر في البلكونه على حسب يعني. القعده كده الحلوه بنحب نقعدها في البلكونه بعد العشاء بعد المغرب. هنشوف مع بعض ان شاء الله الحاجات دي. المهم الزرع بقى والكراسي طبعا انا كنت مسحتها بالديتول. دي بخاخة ديتول انا بجيبها. طبعا البخاخة دي بتقعد معايا بالشهور، يعني ما حدش يقولك يا مندي بتخلص ودي غالية، والله ابدا. هي بحاجة و40 جنيه، بس بتقعد معايا بالشهور. ومخليها مثلا الحاجات اللي انا محتاجة اعقمها قوي. في حاجات بلمعها بقى بالبخاخات اللي احنا بنعملها، وفي حاجات لازم تعقيم ليها. يعني البلكونة دي الكراسي دي بيخش يقف عليها دبان مثلا، ما تضمنيش تراب في ايه، طبعا اعقمها. فاهمين قصدي؟ بس ادي بقى القعده بتاعتنا الحلوه الجميله اللي بنحب نقعدها في منظر الزرع حوالين مننا وريحه الورد بتاعنا والحاجات الحلوه دي والنظافه والكلام ده كله. وقدام مننا الحمد لله جنينه فيها زرع حلو قوي، فيفتح النفس على القعده في البلكونه. دي قعدتنا انا وزوجي، ربنا يخليهولي يا رب. بس كده تمام. وكانت خلصت بقى الغساله الغسيل، رحت داخله جايبه الغسيل بقى وبتاع المزمزيل امينه ونشرته. بصوا هو انا معرفش ليه لازم امينه اغسل لها هدومها لوحدها. هو انا اتعودت من ساعه ما هي اتولدت ان انا بعمل لامينه دوره غسيل لوحدها، معرفش ليه. بس يعني هو انا اتعودت على كده. حد يقول لي امان عادي ما اغسلي هدومها مع هدومكم، والله عندك حق، ما هو طبيعي ممكن نغسل هدومها مع هدومنا. بس انا عندي معرفش، يعني هو بقت فوبيا عندي من ساعه كورونا ان انا بغسل امينه هدومها بالديتول. طبعا مش الديتول السايب، لا ديتول نفسه. ازازه الديتول نفسها. فبحط لها غطا او غطاين، طبعا ديتول غالي، فالغالي ما يغلاش على امينه طبعا. فبروح قايمه حطاه، ربنا يحفظ عيالنا يا رب كلهم. فبحط الديتول ده في دوره غسيل امينه، يعني بحس ان انا عقمت لها هدومها شويتين وامنت الدنيا. فامينه هتلاقي لها دوره غسيل لوحدها. بصوا الغوامق ديت اللي انا نشرتها الصبح بالليل خالص قبل ما انام. بس وكان ده بقى الكلام ده كان قبل الظهريه. المسحه اللي انا مسحتها الحلوه دي ونشر الغسيل والحاجات دي كلها كان قبل الظهريه. والله صدقوني الصحيان بدري ده حاجه قمر قمر قمر. اي نعم متعب جدا في الشتاء، والقرار اصلا لمجرد ان انت تاخدي القرار ده وتقومي تعمليه يعني ده معجزه. يعني الست اللي تقدر تصحى الصبح بعد ما تنزل جوزها، طبعا الايام دي ايام اجازه، كله واخد اجازه من امتحانات. فلو هنتكلم ان زوجك بينزل الصبح فهتصحي بعديه تنزليه وتقومي تشوفي اللي وراكي بعد ما ينزل، يعني على الساعه 9 مثلا تبداي تشوفي اللي وراكي في البيت. اكل شرب غسيل تنظيف ترويق مسح، الحاجات اللي احنا بنعملها دي كلها. بص منظر السحاب والزرع والوقفه عندي في البلكونه ما شاء الله الله اكبر تبارك الرحمن، يعني مريحه نفسيا جدا. بس مش قادره اقول لك يعني ان انت القرار ده لما تاخديه الصبح يعني انت بطله قوي. انا عايزاكي تقولي لنفسك انا بطله، انا عملت كده انا بطله. انت فعلا بطله. في حين ان انت بتقومي تشوفي اللي وراكي وتحطي ايدك في ميه ساقعه وتغسلي مواعين وتطبخي وتخشي تروقي في الشقه وتنضفي وتلمعي وتنشري غسيل وتطبقي غسيل والحاجات دي كلها. كل ده احنا مؤجرين عليه. وغير كده كمان انت في حين ان انت بتعملي ده كله وفي غيرك نايم فانت قدرتي تقومي، فانت بطله. انت بطله، قولي لنفسك كده دايما انا بطله، انا ما اتعوضش، انا قويه. انا حلوه، انا جميله. طول الوقت ادي لنفسك والله العظيم شعور بالايجابيه ده بجد بيفرق جدا. بتبقي عايز تسمعيه من اللي حوالين منك، بس انا دايما بدي ثقه لنفسي ان انا بعمل الحمد لله صح، انا بتصرف صح، انا كويسه، انا جميله، انا شاطره. ادي لنفسك دايما الايحاء ده، ثقه في نفسك دايما. لما انت بتديها لنفسك عمر ما حد حوالين منك هيهزها فيكي بكل الطرق. المهم بصوا بقى عشان خاطر اقول لكم الوصفه ايه عشان نرجع نتكلم، اصل كلامنا ورغينا ده مش هيخلص. المهم عملت ايه، سخنت حله كويس قوي، حطيت فيها معلقه سمنه، ورحت نازله بقى بقطع اللحمه بتاعتي. دي لحمه موزه، احنا بنحب اللحمه الموزه جدا جدا جدا.
اللهم بارك يعني. حطيت اللحمة الموزة شوحتها في السمنة لدرجة يعني بس لون اللحمة يغير بس. في ناس بتحب تسخن المية وتحط فيها اللحمة على طول، انا بحب اديها صدمة. معرفش، هو انا مامتي بتعمل كده، اللهم بارك يا رب فيها، فانا اتعودت ده على الطريقة دي بسبب ماما، فانا بصراحة استلذتها جدا. طب يا امان، الشوربة تطلع غامقة ولا حاجة خالص والله. تطلع غامقة امتى؟ لو حطيتي توابل بقى وحاجات وحمرتيها مع السمنة واللحمة وهي بتتشوح، فطبيعي هتطلع منك الشوربة غامقة بسبب التوابل. انا كل اللي حطيته يا دوبك رشة فلفل اسود بسيطة جدا على اللحمة بس، اديت لها صدمة وريحة حلوة بالفلفل الاسود، ما فيهاش اي حاجة. ورحت حاطة المية المغلية عليها، ورحت بشرة طماطماية زي ما انت شايفة ايمان. الطماطم ما ينفعش تبقى شكلها كده مش حلو، ولا هتلاقيها اصلا، اصبري هتشوفي معايا. مش هتلاقي كل اللي على الوش ده، مش هتلاقيه، هتشوفي معايا لما تغلي المية وتستوي. المهم حلة تانية على النار. استني بس قبل ما اقولك الحله التانية، حطيت ايه تاني؟ انا عندي بصل في الفريزر متقطع ومتشال جاهز، فشلته فطلعت منه كام قطعه كده، حطيتهم في الحله، وحطيت ورقتين لورا وحبه فلفل اسود ومعلقه سكر. بحطها امتى؟ بحطها اشوحها مع اللحمه عشان تكرمل اللحمه، وفي نفس الوقت بتسرع مرحله السوى، بتخلي طعم اللحمه مسكره وحلوه وجميله كده. المهم نعمل بقى ايه؟ نعمل الطبخه بتاعتنا الحلوه الجميله. نروح مشوحين حتة بصلاية على النار، يا دوبك تاخد درجة دهبي كده خفيفة زي ما انتوا شايفين، وانزلي عليها بالصلصة. سواء بقى صلصة انتي جايباها قوطة وضربتيها في الخلاط وحطيتيها، فهتعملي خطوة بتاعت ضربة الخلاط دي وتحطيها، وما تحطيش معاها البامية في وقتها، اصبري سنة يعني اللي هي تخش في مرحلة الغليان، وبعد كده حطي عليها البامية. انا بقى هنا عملت الموضوع عكس، ان انا اوريدي مسبكة الصلصة وشايلاها، الصلصة عندي تقيلة مش لسه مضروبة من الخلاط، فانا رحت مطلعها حطيتها وطلعت الباميه من الفريزر في وقتها، يعني ما تطلعيش الباميه تفك، وقت ما انت بتطبخي طلعيها حطيها في الحله معاها على طول، يعني من الفريزر على الحله. تمام. ودي بقى التقليبه الحلوه التمام كده. ادي قطعه الطماطمايه اللي كانت متجمده بالشوربه وكل حاجه، وسبتهم يغلوا مع بعضهم. يا دوبك هتبصوا بقى من الحروف هتبدا تبقبق حاجه بسيطه، بروح حاطه معلقه توم مفروم معاها. يا ماما احنا بنعمل طشه توم، ماشي، خدي نصها حطيها نيه زي ما هي كده، والنص التاني شوحيه مع كزبرة وحطيه على الوش، هنشوف ده كله مع بعض. تمام. يغلي بقى الغلوة تمام، انزلي بقى بالبهارات بتاعتك اللي انت عايزاها، فلفل اسود، مكعب مرقة، حبة كزبرة صغيرة ناشفة، نص معلقة 11 بهار. البهارات بقى اللي انت ايه متعودة حطيها، واللي هي العادية بالنسبة لنا، وطبعا حبة ملح والكلام ده كله. قلبي كويس قوي قوي، وهتدوقي بقى انت الحاجات بتاعتك الحلوة. تمام. وغليت وتمام، وانتي عملت اختبار للبامية ولقيتيها مستوية وتمام او دخلت في السوا، انزلي بقى بقطع اللحمة بتاعتك تتشرب من المية معاكي. تمام. من المية ايه، من صلصة البامية، هيبقى طعم اللحمة خرافة بصراحة. تمام. نزلت بقطع اللحمة بتاعتنا كده في البامية، وتقلبيها تقليبة محترمة بس بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. على فكرة الأكلة دي في الشتاء قمر، والله على فكرة يا ولاد، إن كل الطبيخ فعلا حلاوته في الشتاء يعني فكرة انت تاكلي طبيخ وشوربة ولحمة أو فراخ أو حتى لو من غيرهم ورز وكده، دفى 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 بمعنى الكلمة يعني. المهم نعمل بقى حبة رز بشعرية مفلفلين وحلوين وأمارات كده. حمرت الشعرية، جيت لها تشويحة حلوة كده وتحميرة، يبقى لونها دهبي خفيف كده زي ما انتوا شايفين. بصوا دي غير بتاعة العدس انا بغمقها، دي ما بغمقهاش، دي يا دوبك بخلي لونها دهبي خفيف كده. حلو. بكون غاسله بقى انا مقدار الرز بتاعنا. انا كده كده عشان انا وجوزي بس وبنتي اللي بناكل الرز، يعني احنا عدد افرادنا صغيرين، فانا بعمل كوبايه ونص رز، كوبايتين رز بالكتير قوي. تمام. بس. وبحب اشوحها كويس قوي كده، واخلي كل الرز يتغلف بالماده الدهنيه اللي انت حطيتيها، سواء بقى زيت او سمنه او الاتنين مع بعض، ايا كان الماده الدهنيه اللي انت بتحطيها ايه، بتقعدي تقلبي كويس قوي كده على النار، بتخلي الماده الدهنيه تنتشر في كل حته في الرز يعني. بس. وبالشوربه بقى بالميه بس، طبعا بما ان احنا عندنا شوربه، فالرز حلاوته يتعمل بالشوربه يعني ندوق بقى الحاجات الحلوه دي. بس.
وتسيبيه بقى مع نفسه يغلي وتوطي عليه وتعيشي حياتك بعد كده معاه. المهم دول الفخارات كنت حطاهم في الفرن من وانا بعمل الباميه، حطاهم يسخنوا حلو. فهم سخنوا عشان انا مش حابه ان انا اوقف عمليه التسويه. يعني ايه؟ يعني مش حابه احطهم ساقعين، يعني الباميه سخنه اهي واللحمه، فمش حابه احطها ساقعه في الفرن، في الطاجن ساقع، فانا احط باميه سخنه يبقى انا كده ايه، وقفت عمليه التسويه فيه بس. فانا بروح حاطه اسخن الطاجن واروح نازله فيه بقى بالباميه واللحمه زي ما انتم شايفين كده. بجد والله يعني قمر 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 قمر، طعمها كان حلو جدا. اللهم بارك وبألف هنا وشفا علينا كلنا يا رب. وعلي هيعمل الطريقة دي ويجربها، يعني ألف هنا وشفا عليكم. بجد جربيها ومش هتندمي، حلوة جدا. بس دي بقى كانت تومة أنا عملتها على النار بس ما صورتهاش معاكم. حتة تومة صغيرة، نص معلقة تومة كده وحبة كزبرة، شوحتهم على النار بسمنة، نزلت بيهم على الوش كده. ويلا يا معلم. معلش، قرنين الفلفل انا بخزن طبعا ده تعليم امي يعني. بخزن الباميه وبحط فيها قرن فلفل، امي كده قالت لي كده عشان ما تطلعيه تحطيه في الطبخه. المهم، فانا حطيته على وش الطاجن بالمنظر القمر ده. بصوا بقى الطواجن جوه الفرن بتبقبق ازاي، يا حلاوته يا حلاوته يا جماله يا جماله يا حركاته يا تكاته. صلي على النبي بقى ودوسي لايك، كل ده لسه ما دوستيش لايك. بصوا بقى الشوربه يا ولاد لونها فاتح ازاي. طبعا الدرجه المحمره الخفيفه قوي دي اللي على وش الدهون بتاعه اللحمه، وفي نفس الوقت حته بشره طماطم. بصوا قمر ازاي، قمر قمر قمر. والرز بقى قلنا نعمل حبه حركات كده وتكاته يا حركاته بس يا جماله والله العظيم. بصوا بقى الطواجن، بصوا بقى طواجن يا ولاد، بصوا الحلاوه الحلاوه ايه رأيكم بجد؟ والله يعني بجد تحفة، جربيها ومش هتندمي حياة ربنا. وتغيير. صلي على النبي، واللي انت لسه ما دوستيش لايك دوسي لايك، واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع السلامة.